التوقف طويلا عند ذلك المشهد الأسطوري الذي تصنعه الجماهير في المدرجات، عن أداء لاعبين على رقعة الميدان، عن طموح كبير بإمكاننا أن نشاهد في أي مباراة يبحث من خلال لا الأحمر ولا الأخضر لأن يكون هو البطل، هو المنتصر، هو صاحب الكلمة، هو صاحب الظهور القوي في المدرجات الحناجر. وهنا الصورة، هنا الصورة، هنا الإطلالة، هنا أيضا الصناعة الجماهيرية الرائعة في المدرجات. هذا هو المركب الرياضي محمد الخامس. لا تكون المباراة مجرد مواجهة كروية بين فريقين، هي بروفا، هو واحد من اللقاءات الممتعة التي يستمتع من خلال المشاهد ويستمتع من خلال اللاعب ويستمتع من خلال كل المتداخلين نعم في عالم كرة القدم، لكن أيضا بضغوط نفسية، بضغوط نفسية يجب تجاوزها ويجب التعامل معها بحرص، بعناية شديدة وبأهمية خاصة. الانتصار أو تسجيل الهدف الأول يعني شيء كثير، تهتز الجماهير كلما كان هنالك هدف. دعونا الآن مع تشكيل. البداية ستكون بكل من الوداد الرياضي الذي يدخل لهذه المباراة بالأسماء الآتية: 16 نادي بن عبيد، باقي اللاعبين: رقم 2 محمد مفيد، 3 هنالك لورش، 4 أمين أبو الفتح، 11 نور الدين أمرابط، 14 فيريرا، 15 عبد الغفور الميرات، 19 حمزه النوري، 24 ايوب بوشا، 25 ستيفان عزيز كي، و27 هناك جوزيف باكاسو بانكا. هذه التشكيله ديال محمد امين بن هاشم الذي يقود الوداد الرياضي في هذه المقابله. من جانبه ايضا الطاقم التحكيمي الذي سيشرف على هذه المقابله. أريطت المهمه لمحمد البارودي وايضا عبد الصمد ابرتون، دون ان ننسى زكريا الذي سيكون ايضا من الحكام المساعدين. هنا كل من ياسين بوسليم، منصف زين العلوي وزكريا برنسي. هذا هو الطاقم التحكيمي الذي سيكون في غرفه الفار. نتمنى صديقين شيد انتهاء خاص على المستوى الكروي، على المستوى التحكيمي، وايضا ان يتابع الجميع واحده من المباريات الشيقه والقويه. لحظات سنتابع ايضا تشكيله فريق الرجاء الرياضي والذي سيدخل للمقابله بالاسماء الرسميه الاساسيه هذه المباراة، وايضا توثيق لهذه المرحله المهمه نعم على مستوى المنافسه على مستوى التباري. الرجاء الرياضي يدخل بالاسماء التي: رقم 1 المدينه حراره، باقي لاعبين 5 مع هذا البالون بقدام الامام. سنتابع الامر على مستوى رقعه الملعب. الوقت اللي كنشوفوا هنا يقول حكيم زياش هذا هو من كان عليه الحديث طوال الايام الماضيه. هذا هو النجم الدولي المغربي الذي يحضر في المدرجات والى جانب هشام يتمنى، وكنا قد انفردنا بحوار نعم كان حصريا عبر القناه الرياضيه حينما قال لهشام يتمنى، وايضا التي سترصد كيف سيكون ضربه البدايه. انطلقنا الان الاحمر الودادي في مواجهه الاخضر الرجاوي. عيونا على هذه المباراه ليست فقط من الجماهير المغربيه بل حتى الجماهير العربيه والجماهير العالميه، وهي تراقب كرة القدم الوطنية. كرة تمرير عرضية، فرصة، محاولة، إمكانية التحضير بالنور دون النظر، البحث عن راسية العزيز كي، وفرصة، ولكن في آخر المطاف التغطية من جانب الحارس. تغطية من جانب الحارس الذي يتمكن من التدخل، ولو أنها عملية هجومية كما اعتبروها خاطئة هجومية عبر الأطراف. نذكر بالمرة الجيش الملكي أنها مباراة تودون بلحظات منتصرا على حساب فريق حسن التقدير ب3 أهداف مقابل لا شيء. كرة مباشرة سلبة الأولى من جانب فريق الرجاء. آدم النفاتي يطلب الدعم الجماهيري. آدم النفاتي يطلب الدعم الجماهيري. 31 سنة، لاعب سابق في صفوف فريق الجيش الملكي، كانت عنده تجربة في نادي الإمارات الإماراتي، كانت عنده تجربة في نادي مولودية وجدة، ومن سوق شرطة فريق الفتح الرياضي الإماراتي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، واللي يلعب على انه يقدم عطيات. نعم كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، ولكن التغطية من جانب الدفاع. كرة للرجاء الرياضي خط الوسط، الجهة اليمنى، حاول بناء العملية الهجومية والبحث على كل من عثمان الشريبي. ضاعت، رجعت من جديد للوداد، استلام والانطلاقة، ولكن الشهرة أفضل. سقوط على رقعة الملعب. عبد الغفور الميرات في تدخل البعضي، لاعب سابق صفوف حضرة المحيط أولمبيك أسفي. شوفوا هنا نور الدين أمرابط، ترقب كبير.
الصعيد والجنوب الافريقي يواجه من محمد حبيب بن راشد. بجانبه سيكون هناك ابراهيم نقاش بخبره ايضا مهمه. اليوم تلعب هذه المباراه في حدود الساعه 8 نحييه على المستوى التنظيمي والتعطيل لهذه المباراه الثلاثات المحليه. ايضا نشوفوا الحضور الجماهيري الرائع، كره تنفذ بكيفيه راسيه للرجاء داخل منطقه الجزاء، لكن في غياب متمم العمل. كره جات من جديد لصالح الرجاء الرياضي. الوداد وحده فرصه اختراق تمرير عرضيه فرصه جول، وكان علامات. لا تزال الخطوره مستمره للرجاء، لم تغادر بعد، لا تزال الخطوره للرجاء قبل ان يتدخل الحكم. شفنا محاولة الأولى من الوداد وبعد ذلك شفنا محاولتين من جانب فريق الرجاء الرياضي. كرة في خط الوسط، الديربي، المتعة، الفرشة، أيضا الانتظار، وعلى مستطيل الأخضر للمباراة بثواني فقط. كرة من آدم النفاتي، تمريرة عرضية جانبية، محاولة الانسلال والدخول داخل منطقة الجزاء لكنها لم تمر. منسوش على أن آدم النفاتي سبق له هجومية للرجاء من الجهة اليسرى، عملية الاختراق الباح، تسديدة ولكن التغطية من جانب الدفاع تعود مرة ثانية. هذا من الفاتي كان في العملية الهجومية الأولى. بوركسو تسدد وكرة مباشرة نحو ضربة مرمى يقول الحكم. ضربة مرمى. لا يمكن الحديث عن الديربي دون التوقف طويلا عند هذه الصورة الجميلة في المدرجات، عن هذا الحضور الرائع للجماهير التي تتابع، التي تصنع الحدث هنا في المركب الرياضي محمد الخامس. المسرح مفتوح للإبداع حينما تمتزج الألوان وتتجسد العواطف وتولد أيضا لوحات رائعة وجميلة. الآن من خلال هذه الاحتفالية في المدرجات دخان كثيف يعم أجواء المركب الرياضي محمد الخامس، ما يضطر الحكم إلى إيقاف هذه المباراة في الوقت اللي نشوف هذه الصورة الخيالية التي تظهر العلم، في الوقت اللي نشوف أيضا هذا الحضور الجماهيري الذي يساند جماهير الوداد والرجاء. ليست مجرد جمهور يساند ويصفق، بل هي جزء لا يتجزأ. ففي كل ديربي ينتظر الجميع تلك المساندة وتلك الأصوات وتلك اللوحات الجميلة والرائعة. نتوقف بعد مضي 10 دقائق تقريبا في انتظار القادم، في انتظار ما هو قادم. استغل هذا التوقف الحديث على الأرقام وننبش في معطيات تاريخية بالنسبة للطرفين للفريقين معا تم إعدادها مسبقا. تحدث عن المواجهة رقم 139 إحصائيات الدوري الاحترافي، تحدث عن التعادلات التي وصلت 6 هذا هو ديربي البيضاء يا سادة، هذا هو ديربي المغرب، هذا هو الديربي الذي نترقب لأن يكون. هذا هو حكيم زياش، هذا هو من تحدثنا عنه بسام وتحدث عنه الوسائل الإعلام الوطنية بشكل كبير. هذا هو اللاعب الذي يحضر لانتخاب أقل من 20 سنة، وسنظل نتحدث عن هذا الأمر لأنه أمر ليس بالسهل. نعم هو أمر ليس بالسهل، فهم أبطال العالم، هم أجيال قادمة. كرة القدم الوطنية التي تواصل تألقها وتواصل مسيرتها وتواصل أيضا أدائها وتواصل عزيمتها بشكل ملفت وبشكل رائع. حكيم زياش في المدرجات، رمى كرة رجوية في الخط الأمامي، تغطية من أبو الفتح، عادت مقطوعة من آدم النفاتي. عزيز كي يقدم حضوره. تحدثنا عن السنوات السابقة، كرة للوداد الآن في الحاضر ومباشرة إلى خارج رقعة الملعب. في العديد من الدربيات، في العديد من المباريات، وربما وصلت إلى 19 ديربي في الموسم. 19 دقيقة 0 مقابل 0 بين الفريقين. باكاسو كرة من الجهة اليمنى، محاولة للوداد،
عبد الغفور تاخر بعد شيء ولكن قام بتمريره صوب نور على فريق الرجاء الرياضي من الجهه اليسرى. محاوله الانسلال والبحث عن المحاولات من الجهه اليسرى تحديدا. لو الانطلاقه ديال بن عمري لاعب سريع ولاعب اللي بامكانه في اي لحظه انه يلقى الحل ويلقى الفرصه باش انه يوصل للشباك. بولك صوت ينطلق الجهه اليمنى، اختراق محاوله سقوط، الحكم كيقول الكره الى خارج رقعه الملعب. متابعه كانت من بلال والشيخ، راقبنا حدث مشى مع الكره ديالو حتى النفس الاخير. حديث على بلال والشيخ 28 سنه يراقب اجواء المباراه. كره ركنيه تنفذ دائريه صوب الحارس مباشره. كره تنفذ، محاولة تعود مرة أخرى من جانب فريق الوداد الرياضي. إخراج كرة عزيزكي، عزيز ينطلق، عملية هجومية من جانب فريق الوداد. محاولة تنسيل صوب حمزة النوري، لكن الانطلاقة ديالو لم تكن سريعة. حمزة كانت في وضعية جيدة لكن انطلاقته كانت متأخرة، لذلك يعود دفاع فريق الرجاء ليؤمن المنطقة الدفاعية. كرة لا تزال كرة للوداد، محاولة الانسلال ولكن هناك الصافرة بس جنوب افريقيا الاشاره. سبق اللاعب مع ميلودي سانتوس وايضا اورلاندو بيراتس. كره من جديد عزيزكي، عزيز يلعب الكره وداديه، دخول الاختراق وبعد ذلك الى خارج. كره لعبت صوب لورش، انطلق سريعا، قام بالمراوغه، بعد ذلك لعبها اماميه وبعد ذلك تاتي هذه التسديده ممتازه. نرجعوا للكره، نرجعوا لهذه المحاوله، لهذه الكره لصالح فريق الوداد. الوداد يضغط الان، الوداد يضغط الان، رجاء يعود للخلف. كرة أمامية ممتازة هذه داخل منطقة الجزاء، تعود من جديد عزيزكي. عزيز يا عزيز، تصويبة قوية سموها في عالم كرة القدم. الكرة الثانية نور الدين مرابط، كرة عرضية جانبية لكن تعود لتكون من جديد لصالح فريق الوداد، لكن هذا منفاتي ممتاز، تغطية ممتازة ينطلق هذا منفاتي، اختار كرة في خط الوسط باقي نور مرابط. التمرير ديالو صوب مفيد يستفيد من هذه الكره، يبحث عن تمريره ولكن خاطئه تماما لان بالعمري جدار. الارقام تتغير، الحوار يستمر. الركنيه الثانيه للوداد بعد يسعد للتعامل مع هذه الركنيه. طول القامه سيكون مهم الان التعامل مع الكره العاليه. كره في الركنيه لصالح فريق الوداد الرياضي. الحكم كيطلب التنفيذ ويعود النوري والبقية ينتظرون كي رجع على الخلف. كرة للوداد تنفذ داخل منطقة الجزاء في حوار بين مجموعة من الأقدام. متواصلة هذه العملية الهجومية وراية مرفوعة من الحكم المساعد. هذا هو الحال في المدرجات، هكذا هي الصورة في انتظار أن تكون الأمور رائعة، في انتظار أن تكون الأمور أجمل وأحسن. فريق الوداد سيلال والبحث على حمزة النوري لكن ضاعت. نور الدين مرابط يرفع عليه الكرة ولكن هناك تغطية. يكون الأكبر سنا على رقعة الملعب، قد يكون الأكبر سنا على رقعة الملعب لكنه نشيط. تمرير عرضي على حضور قوي رقعة فريق الرجاء الرياضي. هنا السقوط والحكم يقول مواصلة اللقاء، مواصلة اللعب. كان قريب ولاحظنا الإشارة أنه كان قريب، تابع اللقطة وطلب من حمزة النوري أنه يكمل اللعب، أنه ليس هناك شيء. عزيزكي يلعب هذه الكره صوب ايوب بوشا كيلعب الكره ديالو تمريره عرضيه جانبيه ضائعه، كترجع عند بولك صوت اخذ وراء للوداد تلعب من باكاسو. كره تنفذ بهذه الكيفيه جوزيف باكاسو. كره في الركنيه نور الدين مرابط. البدل ضائع من الشوط الاول. كره تنفذ، محاوله الوداد، تسديده قويه ومباشره الى خارج رقعه الملعب. مفيد واحده صوب شباك الخصوم. كره تمريره عرضيه من مفيد ومباشره صوب الحارس. كيف هو الحال، كيف هو الصراع، كيف هي كرة القدم التي يتبارى من خلالها العديد من الأسماء اللي بإمكانها أن تكون حاضرة. الانطلاقة من لورش، ينطلق لورش
تمريرة ممتازة، تمريرة من أيوب من بوشرا وفي آخر المطاف إلى خارج. كاين واحد اسمه مكعازي بإمكانه أن يقف أمام هذه العملية الهجومية. لورش يرفع عليه الكرة، أيوب بوشرا محاولة الانسدال، التمريرة ولكن مباشرة صوب الحارس. ضعيفة لن تشكل حكم المباراة يحسم بصافرة نهائية من حكم اللقاء. لذلك حارس مهدي بن عبيد تنفذ داخل منطقة الجزاء، تغطية دفاعية للوداد، يختار كرة من الجهة اليمنى، محاولة من محمد بولوكسو، تمريرة عرضية والحارس بن عبيد في المكان وحال ديربي. هذا وحال هذه المباراة القوية بين الطرفين. 60 تعادل حسم في المواجهات بين الغريبين، 120 هدف للرجاء، 110 أهداف للوداد، 100 الآن. هذا حكيم ومن غير سياش يراقب هذه المباراة، يتابع هذه المباراة كما تتابع. ولا طرف يريد أن يجازف، ولا طرف يريد أن يغنى. كرة للوداد من عزيز، كرة أمامية للوداد بهذه الكيفية ولكن خارج وقت الملعب. تحتفي الجماهير الودادية في المدرجات والإيقاع سيقف والتباري سيقف الآن ابتداء صفرة الحكم. تابعون الراسية، اختار الكرة بهذه الكيفية وأمين أبو الفتح يبعد الخطر، يبعد هذه الكرة. تابعون الصورة لاحتفال الجماهير الودادية في المدرجات المتابعة لهذا الحدث. الوداد هذا حكيم الذي يرصد كيف ستكون المنافسة. مجموعة من اللاعبين كيحافظ على الكرة ديالو في آخر مطاف. تمريرة لورش، يواصل فريق الوداد ضغطه، يواصل فريق الوداد بحثه، يواصل على إمكانية الاقتراب أكثر فأكثر من معترك فريق. يلعب كرة أمامية، محاولة متوسطة للوداد مباشرة صوب الكرة وانطلاقة من الجهة اليمنى، محاولة الانسلال، سقوط ماذا يقول الحكم. واصلت اللعب، يفسح المجال للعب أكثر، يفسح المجال لاستمرار التنافس أكثر، والكرة تعود في آخر المطاف لتكون صوب من نور الدين مرابط. نور الدين مرابط يعيد تمرير بهذه الكيفية ممتازة، فرصة التهديف. كان بالإمكان أن يستفيد منها حمزة النوري. كرة من مرابط اللي حاول أن يستغل هذه العملية مباشرة صوبة لورش وصوبة اللاعب حمزة النوري. تمريرة عرضية لورش لعبها أيضا بذكاء، لكن ال 44 سنة الجنوب افريقي مع الحكم الرابع. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، تنفذ بهذه الكيفية بحث عن متمم العملية لكن ضائع. نور الدين مرابط ذاك ما فعل مفيد ينسل، قدم الكرة للأمام ولكن بعيدة تماما إلى خارج الخط الخلفي. مع التوجع الهدف ربما يجي وقتها، الهدف ربما يجي من يسعد لأن يكون الاسم القادم اللي بإمكانه يحمل المشعل. الطرف في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذه صور الرجال اليسرى. لاحظوا هنا أيوب بوشا كيرفع الكرة ديالو، تمريرة عرضية جانبية ولكن تدخل في لعبة أرضية. محاولة داخل منطقة الجزاء للوداد والحارس نادر أحرار. كرة بهذه الكيفية للرجاء في خط الوسط. كازي يعيدها لمعموري بالعمري، خاف أسراري أيوب. كرة من معموري، كرة في الجهة اليمنى، محاولة هجومية للرجاء في آخر المطاف إلى خارج الخط الجانبي الملعب. شفنا أيضا معاد الرياضي في محاولة هجومية لضحاك، عملية الاختراق. الحكم يرصد المخالفة على مقربة من منطقة الجزاء. هذه لحظة تركيز، هذا معاد الضحاك دخل منذ لحظات، يقلب الطريق. هذا التساؤل، هذا المهدي بن عبيد لعب اساسيا حارس مرمى على معترك فريق الوداد الرياضي في هذه المباراة. ومقصود اختار الجهة اليمنى
ومعاد تقدم، تسديده في الجدار لم تقدم اي جديد. كره لا تزال للرجاء، تسديده ولكن تعود من جديد. سريع يمر امام لاعبين، يمر امام ثلاثه، يبحث عن الاختراق لكن ضاعت له الكره، ضاعت له الكره. نور الدين مرابط، مدربين وافكار بامكانها تتبلور باقدام لاعبين. كره للوداد، عمليه هجوميه، محاوله من الجهه اليسرى من بكاسو، يختار الجهه اليسرى عند من؟ عند ايوب بوش، تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء بعيده على حمزه النوري. نور الدين مرابط يحاول ينزل الكره ديالو، نور الدين مرابط ما تمكنش من الكره، يتمكن منها المره الثانيه. ممتاز ممتاز، قراءه جيده للكره. كره عند مفيد، مفيد ينطلق، محاوله المرور، سقوط، والحكم ماذا يقول؟ ضربه مرمى لصالح فريق الرجاء الرياضي. شوف هنا دخان الكتيف، ومره اخرى ستتوقف المباراه. نعم، ولو انه البعض يشوف على انها احتفاليه لكن بدون مخالفه، وهذه المره الثالثه كما نتابع تقف المباراه. سيستغل هذا الامر مدرب الطرفين معا، سيعملان في المدرجات. الاصوات تصدح في المدرجات، الكلمات للجماهير تعبر. نعم، وهي تراقب ما يحدث. إذا معكم مشاهدينا الكرام نتابع أطوار هذه. صحيح أن الجماهير تشوف على أنها احتفالية ولكن هي أيضا مخالفة، لذلك المنعرج الحاسم، المنعرج الذي سيزال بنتيجة ديال 0-0. صافرة منية بالشوط الأول. دائما ما ترقب ونتابع وإياكم مشاهدين هذا النقل التلفزيوني المباشر. عودة اللاعبين، تصلكم خلاص. خداو رتم، خداو ايقاع. هذه الاشياء نتمناو نعم اننا ما نشوفهاش مره اخرى. في الوقت اللي نشوفوا انا حكيم زياش والعائله تاع التمريره ديالو في العمق ضائعه. باكاسو كل العمليه الهجوميه فريق الوداد الرياضي، تحضير، تسديده قويه من النوري، علو للكره على المعارضه لو فكيه بشكل واضح. عمليه هجوميه مباشره صوب الحارس. الجوله السابعه نذكر مشاهدينا الملكي الوداد الرياضي اتحاد طنجه، الجيش الملكي دفاع حسن الجليلي والنهضه البركانيه. في محاوله كره من نفسي، تسديده قويه والحارس تعود مره اخرى من جانب فريق الوداد، كانت خطيره من جانب فريق الوداد. كره عند نور الدين مرابط، نور الدين مرابط كيرفع كره داخل منطقه الجزاء، البحث عن متمم العمليه. يضغط الوداد في الوقت اللي الرجاء يبحث عن كره من فيريرا. نور الدين مرابط كيرفع كره في خطها الامامي، تغطيه من مقدم، لا تزال الخطوره امام النور. هذه كره تسديده من السمراوي ولكن بعيده الى خارج رقعه الملعب. من اقترب نشوفوا هذه محاوله ناس يلعب بقميص الوداد او الرجاء امام الوداد ويطمح لان تكون له الكلمه وان يكون له السبيل والطريق نحو التألق. الان مع عمليه هجوميه من نور الدين مرابط كيلعب كره ديالو الجهه اليمنى، كره من مفيد، يختار كره بهذه الكيفيه، محاوله تمرير ضائعه كترجع ان يكون فيها تركيز عالي. الخطا سيكون مكلف. كره للوداد، عمليه هجوميه بهذه الكيفيه ولكن
في الوقت اللي كنشوفوا اللاعبين فريق الوداد كيلعبوا كرات العاليه، كره كترجع من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي، عمليه هجوميه بهذه الكيفيه وكتضيع، تصبح هجمه مرتده مضاده من جانب معاذ الضحاك. الانطلاق، البحث عن الانسداد، تمرير الجهه اليمنى، البحث عن بن، البحث عن صابر بوغرين الاختيار، المرور وعاد يرجع للخلف، عمليه هجوميه رجويه، تحضير بهذه الكيفيه، هنا الكره ضائعه. محمد الخامس حاضر نعم، والمستقبل للديربي بين الوداد. 0 مقابل بوغرين، شريبي، خفيفي، غادروا 3 ديال اللاعبين دفعه واحده، وعبد الكريم بعدي، فردوسي وشخشاخ اللاعبين يدخلوا رقعه الملعب. كره لا الزمراء كيلعب كره مع مفيد، تمريره، فرصه ممتازه للوداد، تسديده قويه والتغطيه من جانب الدفاع، وقبل ذلك هناك صافره من الحكم. ايضا تدخل من جانب كرة تنفذ من جانب عناصر فريق اليسرى، عملية هجومية، البحث عن معاذ الضحاك، يحاول ينسى امام جوج ديال اللاعبين، كيصوب تسديده قويه الحارس المهدي بن وسددها بقوه مباشره صوب الحارس مهدي بن عبيد. تلعب بهدوء، تمريره عرضيه، فرصه ركنيه، اخر انفاس هذه المباراه. معاذ الضحاك يلعب هذه كره مباشره بعد ان ضغط الوداد. الان الرجاء هو من يضغط ومن يبحث عن فرصه من اجل المرور والاقتراب من معترك فريق الوداد. الديربي كما انطلق كما انتهى، الصافره المعلنه عن نهايه هذا اللقاء 0 مقابل 0. نتيجه مباراه اليوم، حال مباراه اليوم